باسم خيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بإلقاء كلمة. تعرب لجنة الدفاع والأمن القومي عن بالغ الأسف للأحداث الدامية التي حدثت بعد انتهاء مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والمصري، وفقدت مصر على أثرها أكثر من 73 من أبنائها وأكثر من 1000 مصاب. وترى اللجنة إن ما حدث في استاد بورسعيد ليس مجرد تقصير أمني، ولكنها جريمة كاملة، وأن شهداء بورسعيد ضحايا سيناريو لفوضى تبدو ممنهجة. ومما سبق يتضح الآتي: وجود تقصير شديد يتلخص في عدم التقدير الجيد من قبل القيادات الأمنية لحساسية المباراة، ووضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة الاحتمالات المختلفة. تراخي وعدم جدية القيادات وقوات الأمن في مواجهة الأحداث في بدايتها مما أفقدهم السيطرة على الموقف. ثالثا، قيام أجهزة الأمن بالقبض العشوائي على عدد من المتواجدين على نحو لن يؤدي إلى نتائج تفيد التحقيق أو الوصول إلى الحقيقة. إن هذه الحادثة وغيرها من الحوادث تؤكد عدم وجود فكر أمني جاد وخلاق وفعال وعلمي قادر على تحديد التهديدات باحتمالاتها المختلفة وخطط مواجهتها، وكذا افتقاد التدريب اللازم لعناصر قوات الأمن. وزارة الداخلية مسؤولة مسؤولية كاملة عن كافة مظاهر الانفلات الأمني التي تمر بها البلاد، وخاصة الحادثة الأخيرة في بورسعيد، ويجب إيقاف المقصرين المتسببين في وقوع هذه الحادثة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات القانونية السريعة وعرض نتائجها لاتخاذ ما يلزم. اتحاد الكرة يتحمل جزء كبير من المسؤولية لتقاعسه عن أداء دوره وواجبه. يجب على جميع أجهزة الدولة أن تطلع بمسؤوليتها تجاه الوطن وتعلي مصالحه العليا خلال هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها من إعلام لا يبحث عن إثارة، وقوى تبتعد عن مصالحها السياسية، وثوار لا يسمحوا بدخلاء بينهم، وقوى مجتمع مدني فاعلة. عدم قيام أجهزة وزارة الداخلية والمحافظة بواجباتها بدءا من توفر المعلومات عن طبيعة المباراة، وكذا الفرز والتفتيش لمنع الأدوات والوسائل الممنوع دخولها، والتراخي والتهاون منذ بداية المباراة وحتى وقوع الأحداث، كذا انقطاع الكهرباء وقيام بعض القنوات الخاصة بالتحريض والإثارة الإعلامية. إن الانفلات الأمني بكافة صوره وأشكاله يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن، ويؤدي إلى سقوط الدولة، وأيا كان المسمى، أهو أمر مدبر أو عشوائي، فالنتيجة واحدة، والمسؤولية كاملة تقع على عاتق وزارة الداخلية وأبناؤنا منها أمام الله والوطن والشعب، ولن نتوانى عن دعمهم حين تدعو الحاجة، ونرى ما يشجع على ذلك. نرى تقديم جميع المسؤولين في المحافظة وأجهزة الأمن بها والمجلس الأعلى للرياضة واتحاد كرة القدم للمساءلة القانونية من خلال قاضي تحقيق مستقل. قيام السيد وزير الداخلية بعرض خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة على لجنة الدفاع والأمن القومي خلال أسبوع للإسراع بالقضاء لوضع خططه للقضاء على كافة أشكال انفلات الأمن والخطاب صار مسلح وقطع أحد. ليس هذا أسلوب مناقشة. وحفظ وطننا. والسلام عليكم حينما تأخذ الكلمة قل ما تشاء.